جريمة بشعة شهدتها محافظة الدقهلية وأصبحت حديث الرأي العام في مصر في الحقيقة، وهي تتعلق بهذا الشاب اللي حضراتكم شايفينه، طالب اسمه إيهاب أشرف في سنة أولى ثانوي. كان رايح من قريته قرية ثابت إلى منطقة اسمها النقعة، قرية اسمها النقعة، بياخد درس. بعد حوالي ساعتين من مغادرته لمنزله فوجئ والدته بتطمن عليه، فوجئ بواحد بيرد عليها وبيقول لها عايزين منِّك أو عايزين من والده عنده محل للأجهزة الكهربائية، عايزين منه فدية 100,000 جنيه، وما تبلغوش البوليس. بعدها بحوالي ساعة راحوا متصلين بالشرطة، بمجرد إبلاغهم للشرطة التليفون اتقفل والولد اختفى تمامًا. بعدها بحوالي يوم أو يومين، بعد جهود بحث من أجهزة الأمن ومن الأهالي، عثروا على شوال موجود فيه نُصّه التحتاني منشور أو مقطوع نُصّين، لقوا الجزء اللي تحت والجزء العلوي اللي هو فيه الراس وفيه باقي الأعضاء مش موجود، مختفي حتى هذه اللحظة. المهم النيابة العامة أجرت التحاليل الطبية اللازمة وDNA، وتأكدت إن الجثة دي تعود للولد اللي هو الطالب، وتم التحفظ عليها في مشرحة مستشفى المنصورة في الدقهلية. وما زالت جهود البحث مستمرة للعثور على النصف الآخر من الجثة. آآ التحريات والمعلومات الأولية بتقول إن والده راجل طيب جدًا وراجل تاجر وراجل يعني ميسور الحال وما لوش أي عداوة أو خصومة مع حد على الإطلاق، وده بيزيد الجريمة أكثر غموض في الحقيقة. الجهود مستمرة على كافة الاحتمالات. بدأت جهود البحث بالأقارب والمعارف والمترددين على المحل وشركة الوالد، عشان يعني أي احتمال أو أي طرف خيط يمسكوه. الأسرة منهارة تمامًا طبعًا، والدته وأهله وأخواته. مأساة حقيقية كاملة الأبعاد. يمكن أنا يعني مش مهتم أوي بملف الحوادث، لكن هذه الجريمة في الحقيقة جريمة رأي عام، يعني هزّت الرأي العام في مصر كلّه في الحقيقة. لأنها جديدة في أسلوب تنفيذها، غريبة على مجتمعنا. يعني حتى جرائم الخطف ما بتنتهيش بهذه النهاية الدراماتيكية في الحقيقة. آآ حتى هذه اللحظة يعني جهود البحث مستمرة. ندعو الله سبحانه وتعالى طبعًا بالرحمة لهذا الشاب البريء المسكين في الحقيقة، وندعو الله أن يوفق أجهزة الأمن في كشف هذا الحادث، غموض هذا الحادث. يمكن عمل حالة من الرعب عند الناس، وكلنا الثقة إن شاء الله في أجهزة الأمن إن هي تعثر على أولًا النصف الآخر من الجثة، وقبلها العثور على الجناة أو كشف غموض هذا الحادث المأساوي في الحقيقة، اللي زي ما قُلت غريب على مجتمعنا. هنشوف ونتابع مع حضراتكم تفاصيل الحادث وتطوراته في المرحلة القادمة. باشكركم، كنت معكم الصحفي هاني عبد الرحيم.